المكرونة البشاميل أحلى صينية مكرونة تشرفك في كل عزومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة طعم البيت مع إيمان رضا. النهاردة هنعمل أحلى مكرونة بالبشاميل، ببشاميل كريمي ووش ذهبي محمر وطعم يخلي كل اللي يدوقها يطلبها تاني. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة خطوة خطوة. بسم الله بسم الله. في طاسة على النار هننزل ب3 معالق سمنة. أول حاجة هنعملها تعصيج اللحمة. هننزل باللحمة، عبارة عن نص كيلو من اللحمة. هنقلبها كويس. هو أنا عايزاها تبقى كده. هحط لها معلقة ملح صغيرة ومعلقة من السبع بهارات، معلقة بابريكا مدخنة، وفصين توم مهروسين، ونقلب كويس. ومعلقة صلصة، وبعدين هننزل بالبصل، بصلتين مقطعين زي ما انتم شايفين كده. وعقبال ما اللحمة ما تتعصب هنكون جهزنا. هنعمل دلوقتي صلصة الطماطم اللي هنضيفها على المكرونة. نحط 3 معالق من السمنة، بصلة مكرملة، وهنقلب. وفي الوقت ده انا برضو هتابع اللحمة المفرومة. نقطع الصدر بتاعتنا. هي كده تمام. هنبدأ ان احنا نجيب المية بتاعة المكرونة ونكسب وقت. وهضيف ليها معلقة ملح كبيرة، 2 معلقتين. انا بكتفي بالملح بس، لان الزيت هيعمل فاصل بين المكرونة والبشاميل. المية خلاص هتغلي اهي، لازم تغلي تماما. هننزل بكيلو مكرونة على وهنسيبها لمدة 8 دقايق ونتابع البصل بتاع الصلصة عندنا هنا.
وفي الوقت ده هنستغل الوقت ده ونعمل البشاميل. هنحط تقريبا يعني كده 7 معالق من السمنه. هي بتكون بالسمنه افضل احسن يعني. ونحط معلقتين زيت ذرة. نجيب 7 معالق من الدقيق. نقلب التقلية بتاعتنا. نيجي هنا نقلب البشاميل كويس جدا. فصين توم نحطهم ونقلب كويس البشاميل بتاعنا. ونقلب هنا برضو التقلية بتاعتنا بتاعت الصلصة بتاعت المكرونة. نقلبها كويس يا دوبك نشم الريحة بتاعت التوم عشان نطعم بيها المكرونة. هنزود صلصة الطماطم وهنقلب البشاميل. هنحط هنا معلقة صلصة كبيرة. مرقة وملح وتوابل وبس كده. هنقلب البشاميل كويس جدا. خلاص كده هو معايا هنا لبن على شوربة. ممكن تستخدمي لبن كله، ممكن تستخدمي شوربة كله، بس يعني ايه اللبن بالشوربة بيبقى افضل. وننزل بالراحة ونقلب نقلب قلب تمام. وننزل بالشوربة واللبن نقلبها كويس قوي عشان ما تتكتلش مني. شايفين البشاميل بتاعي عامل ازاي؟ كريمي جدا. قد ايه هو كريمي. هنبدأ دلوقتي. هنجيب البولة بتاعتنا او الحلة، بما ان الكمية كبيرة مش هتاخد بولة. وهنا هننزل بصلصة الطماطم اللي احنا عملناها مع بعض. ونقلب المكرونة. وهننزل بصوص البشاميل على المكرونة مغرفتين يعني. على حسب ما هي هتاخد قد ايه. هنقلب كله مع بعض كده. هنبدأ ان احنا نجيب الطاجن اللي احنا هنحط فيه. ندهنه زيت. وهنبدأ ان احنا ناخد من الصوص ننزل بيه في القاعدة.
ونوزعه بالطريقة دي. بعد كده هننزل بجزء من المكرونة وهنبدأ ان احنا نفردها في الصينية بتاعتنا. هنبدأ ناخد مغرفة واحدة عشان تمسك الخليط برضو، يعني مش كتير. وبعد كده ننزل باللحمة المفرومة معصجة. احنا هنا ضفنا اكيد حطينا فلفل اخضر واصفر واحمر، ضفناه بعد ما نزلناه من على البوتاجاز. ننزل بالكمية اهو كلها وهنفردها. هننزل بباقي المكرونة. هننزل هنا بباقي البشاميل من فوق الوش وهنفرده. بالشكل ده. وبعد كده عندنا هنا بيضة وعليها فلفل اسمر وملح، هنحاول نربها كده بالطريقة دي وننزل عليها بشوية صلصة من اللي احنا كنا عاملينه. نزلنا بالصلصة ونحاول ان احنا نفردها من فوق الوش. ممكن نستغنى عن البيضة تماما، مفيش مشكلة، يعني لو عندنا جبنة ممكن نستغنى عنها برضو. عندي هنا جبنة موتزاريلا على جبنة رومي على جبنة شيدر، هننزل بيها من فوق الوش ونحاول ان احنا نفردها على وش الطاجن بالطريقة دي. تمام. هننزل بحبة زيت من فوق الوش وبس كده. هندخلها على الفرن سخن من قبل. شايفين الوش جميل ازاي؟ شكلها تحفة. اخدت معايا نص ساعة في الفرن وطلعت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا احنا مش هنقطعها دلوقتي، هنسيبها خالص لما تبرد، هنغطيها ونسيبها لما تبرد خالص وبعدين نقطعها. وبكده تكون مكرونة البشاميل بتاعتنا خلصت. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم وجربتوها. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من قناة طعم البيت مع إيمان. وسيبولي رأيكم في التعليقات. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.